بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كما تعودت معكم كنقلبوا على وصفات اقتصادية خصوصا في هذه الفترة ديال الغلاء، وكنحاولوا نقضيو باللي عندنا في الدار خضيرة ولا قطنية، ومرة مرة كنوعوا والسلام. هذا النهار اقترحت عليكم المعقودة، واحد المقيلة اللي مصوبة بواحد شوية د القمرون اللي بقى عندي. ونجيو مجموعين ان شاء الله نشوفوا المقادير. بسم الله على بركة الله. خديت هنا واحد الكمية ديال البطاطا تقريبا ما كاملش كيلو، وسلقتها بالقشرة ديالها طبعا، لان الا قطعناها كتشرب الماء وما كتجيش زوينه وكتبدا تحل لينا في داك المقله ديال الزيت. طبعا فاش نقيناها حاولنا نمعصوها هكا وهي سخونه باش كتعطينا الطوع وكتجي كيف ما بغيناها. طبعا واخا تتبقى واحد الحبيبات صغيره ماشي مشكل، كنتجاوزوها يعني تتبرد شي شويه. هنايا كنحاولوا نمعسوها واخا نكملوها بالمعيس غير بيدينا. صافي هذه هي البطاطا ديالنا وجدات. ونجيو للتوابل. هنا عندي شويه ديال الكمون، زنجبيل، التحميره، الخرقوم، الملحه، وبودره الثوم والتحميره. طبعا خلطت هاد العناصر كامله اللي غنديروا الجزء الكبير فيه في البطاطا، وشويه غنخليوه باش نديروه في الدقيق اللي غادي نصوب به داك الخليط اللي غادي نغطسو فيه ديك المعقوده قبل ما نقليوها. طبعا هنا كاس ديال الدقيق كافي، ولا خاصك الدقيق طبعا يمكن لك تزيدي على حسب الكميه البطاطا اللي عندك. انا هنايا داك الكاس راه كفاني. صافي هذه هي البطاطا ديالنا. طبعا كديروا الحار على حسب الرغبه، وكذلك التوابل كل واحد كيدير على حسب الريجيم ديالو كما تنقول دائما. الدقيق ديالنا كنزيدوا واحد شويه ديال الخميره طبعا، لان غادي يختمر الوقت اللي غتكون فيه البطاطا كتبرد في الثلاجه. طبعا كنصوبها ونحطوها تبرد، كيكون الخليط ديالنا في فتره اختمار. انا طبعا كناخذ كاس د الماء دافي، يعني كاس الدقيق زد ليا هذاك الكاس تقريبا نقصو شي شويه ديال الماء دافي. الخليط ما خصوش يكون ثقيل بزاف، وفي نفس الوقت ما يكونش خفيف باش يلصق لينا على المعقوده ديالنا وما يبقاش يتشتت لينا في المقله. هنايا ما عجبنيش اللون الصفر، زدت شويه ديال التحميره. وطبعا يمكن لك تزيدي هنايا المقادير اللي بغيتي، مثلا تمونسي تنسميه بالزعتر ولا انا الزعتر خليته حتى درتو في المقيله ديال القمرون. صافي شتو تقريبا هز ليا كاس كامل، ناقصاي واحد المعلقه هكا. كنكون موجدين واحد الصينيه طبعا فين غادي نحطو ديك المعقوده اللي غادي نديروها كويرات اولا كريسات، وكنغطيو الخليط ديالنا ياخد حقه من الاختمار. القرعه اللي كتشوفوا راه فيها الماء، وطبعا دايره في ديك الشبيكه اللي معلقه فيها النعناع. كنحاول نبدلها كل ساعه. دايره النعناع والسكينجبير طري وشنو اخر والحامض. هاد ثلاثه المكونات فقط كيتسربوا وكيتسرب داك النسمه ديالهم في الماء. خصوصا هاد الصيف اللي كنعكزوا على شرب الماء، اذن كنحاولوا نسموه باي طريقه باش نتشجعوا نشربوا. انا استعملت هذا البيستولي اللي كنت درت في الحلوى. قلت علاش ما كاين البيستولي، علاش انا ما نتعاونش به باش يعطيني نفس الفورمه او نفس آه القياس والشكل ديال المعقوده ديالنا تجي كلها مقاده. طبعا اللي ما عندوش يمكن له يدير الغلاقه ديال العصاره ديال الليمون كما درت معكم ديك المره. شو الطريقه كنحاول نلقى هاد الحجم اولا هاد السمك اللي تقريبا كلهم خداو نفس السمك. انا عندي طريفه الفرماج اختياري اللي بغا يديرو في الوسط هنايا ديال هذا كتجي بنينه وكتحلي داك المعقوده كتجي روعه. كتشهي. هانتوما كما تشوفوا كندير طريف صغير، وإلا ما كانش يمكن لك تستغني عليها وراه كتجي رائعه بلا فرماج بلا والو. هي ديك المكونات وديك البنه د الحر يا سلام. صافي هنا بقيت حتى كملت الكميه كامله، وطبعا غنغطيوها بالسلوفان وغادي نديروها في الثلاجه، اولا كان الوقت ضيق كنديروها في المجمد باش كتاخد
واحد الشكل اللي متماسك. انا هاد الميها واحد شويه حسيت براسي سخفت، خديت شويه د العسل الحر كما تتشوفوا، وبغيت نعطي لراسي شي شويه د الطاقه. قلت علاش لا ما نصايبش كويس على ما توجد ليا المعقوده ديالي ونتمتع بهاد لا فريشور اولا الانتعاش. هانتوما العسل الحر ماركه واعره ما شاء الله، ارتحيت ليها كتسالى قرعه كناخذ قرعه. وهنا خديت واحد الطريفات ديال الحامض اللي عندي مجمد ودرتهم باش يبردوا ليا هاد العصير اولا هاد المشروب، ماشي عصير طبعا. صافي، نتمنى تجربوا هاد المشروب، غادي يعجبكم ويشجعكم باش تشربوا المياه، خصوصا في هاد الحراره اللي الانسان تينسى شي مره شرب الماء. وانا منهم، حتى انا الا ما درتش فيه شي نسمه ولا ما تشجعتش كنشربوه بالسيف. هذه هي المعقوده ديالنا من بعد ما تماسكات. صافي، الطريقه الاعتياديه كنغطسوها في هذاك الخليط اللي اختمر وخلطناه، طبعا حركناه مزيان وكنبداو نستفوها بحال هكذا. وطبعا النار ما كتكونش مجهده بزاف، يعني كتسخن الزيت. هنا كما شفتوا راه جربت الزيت حتى سخنات، وكتهزيها بهذه الطريقه. صافي، وتقابليها طبعا حتى تتحمر على حسب الشكل اللي بغيتيها مفتوحه، بغيتيها تزيد تحمر على هكذا، كل واحد والشهيوه ديالو. مرحبا بالناس اللي تزادوا تبارك الله في القناه ديالي وكيدعموني وكيشجعوني، نتمنى لهم كل التوفيق ونتمنى لهم يا ربي النجاح كيف ما كيشجعوا القنوات الصغيره وكيدعموها. نتمنى ربي يوقف معهم في اي شده. هذه هي المعقوده ديالنا. يمكن لك ترافقيها بانصوص كافي، يمكن لك ديري دي سالاد معاها، يمكن لك ديريها مع الحوت. اذا هنا كيبقى على حسب شنو عندك موجود، واش خرجتي تقداي ولا اكتفيتي باللي عندك في الدار. بحال هنا انا ما حليتش باب الدار نهائيا اليوم، قلت نقضي باللي عندي في الدار والحمد لله الخير ما كيخطاش، سواء قليل ولا كتير نهارنا كيدوز بخير. والمهم السعاده، وهذا هو الشعار ديالي، نخلقوا السعاده في البيوت ديالنا ولو برير الدتاي، والوليدات ديالنا نفرحوهم بشي حليوه ولا شي حاجه، وهكذا كنكونوا دوزنا نهارنا بخير وعلى خير. المعقوده ديالنا هي تبارك الله، شوفوا كتنفخ، وكنديروها طبعا في واحد الصحن اللي كنفرشوا البابي او ورق باش تتنشف. هنايا عندي خديت 4 البيضات. لاصوص اللي صيبت خديت منها واحد شويه راه فوق البوطه، خديت 4 البيضات، وعندي كما قلت لكم واحد شويه د الكروفيت. تشهيت مقيله د الكروفيت مع هاد المعقوده. طبعا هي كنقولوا الكروفيت راه شويه ماشي بزاف. هنا لاصوص خديت واحد شويه فاش كنغطسوا فيها ناكلوا بها ديك المعقوده. طبعا ديك القرعه عندي فيها توابل مخلطه، يعني اللي درت في الاول في المعقوده هي اللي كاينه هنا، بالبودره الثوم بالحر بكل شيء، وزدت شويه ديال التحميره باش عطاتني ولاد الحرور، باش عطاتني داك اللون وداك المذاق الرائع. هنا راه الفلفل الحار عطاني اللون وعطاني كذلك المذاق الرائع. هنا داك شويه الكروفيت من بعد ما نقيتو وغسلتو زدتو داك البيض وزدتو فوق ديك لاصوص، وهنا طبعا واحد الرشيشه ديال الزعتر. يا سلام اللي عطاتو واحد البنه، راه ما نعاودش لكم وليداتي ما شاء الله شحال حماقوا عليه. وهنا اختياري اللي تيبغي وليداتو الربيع، انا ما عنديش مشكل مع الربيع، كاين اللي ما تيبغيش وليداتو الربيع يستغنى عليه طبعا. صافي، هنايا زدت واحد رشيشه د الملحه، نستمتها انا مبليه بالملحه، وزدت رشيشه ديال الحرور كيما غتشوفوا على وجه الطبق من الفوق، باش عطاني داك النقيطات ديال الحرور. كيعجبوني فوق الطاجين وفوق اي حاجه، كيعجبني داك اللون الاحمر ديال الفلفل الحار. هنا الطبق ديالنا وجد، مرحبا بكم. انها المعقوده يا ساده، اللذة كتجي في ساندويتشات، وهنا اختارينا باش ناكلوها مع الكومير او الباريزيان. الدراري ما بغاوش هنايا الخبز ديال الدار. ومرحبا بكم مرة اخرى، ونتلاقاو في وصفة اخرى بحول الله وقدرته.